التغذيه الصحيه وقت الامتحانات. الحديد يا جماعه يعني من صغرنا بنتكلم على السبانخ والورقيات اللي فيها حديد، نكتشف ان اولادنا دلوقتي ما بقوش بياكلوا خضروات بشكل كامل، سلطه ما بناكلهاش، طبق السلطه لو ما فيهوش مكون غير مكون واحد اسمه جرجير احنا كده كسبنا قد كده. ابني ما بيحبش الجرجير، اعمل له طبق سلطه ملون كبير في كل الالوان، يعني حط فيه حاجات خضراء، بقدونس والجرجير والكرفس ايا كان، فلفل الاخضر، حط فيه حاجات صفراء، نحط فيه الجزر، حط فيه حاجات حمراء، نحط فيه الطماطم، حاجات بيضاء نحط فيه البصل. ما بيحبش البصل شلناه، ما بيحبش كذا. الفكره ان هو ياكل، يعني هو مش لازم ياخده بالمكونات الكامله كل يوم، لان كتير جدا من اطفالنا بيزهقوا، ما بنحبش طبق السلطه. حبيبي ما تحطش طبق سلطه، قطعه خيارايه وفلفلايه النهارده، بكره طماطمايه وبصلايه، بعده كذا وكذا، لكن لازم الخضار يخش جسمك. الخضار المطهو حاجه والسلطه حاجه. الخضار المطهو غير ان هو سعراته قليله وقيمته الغذائيه عاليه وبيشبع، كمان بيفرق جدا جدا معانا في دخول الحمام، بيفرق جدا معانا البنات بالذات في مساله الشعر والصحه بشكل عام.